بما ان الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض وقلنا كام سبب حلوين جدا ليه الانجليزي مهم، او جاوبنا على السؤال بتاعنا اللي هو ليه الانجليزي مهم وليه لازم تتعلم انجليزي في الفتره دي والكلام ده. الفيديو مهم، ولو انت ما شفتهوش هسيبه لك في الديسكريبشن او في الاي اللي هنا او اللي هنا، لازم تروح تتفرج عليه. هيفيدك وهيديك شويه معلومات عن الانجليزي عموما وبرضه عن الحياه عموما. فبما ان الفيديو اللي فات عرفنا مع بعض ليه الانجليزي مهم، ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنقول مع بعض ازاي نتعلم انجليزي، او هنقول الطريقه اللي بيها ازاي تتعلم انجليزي لوحدك ببلاش غير ما تدفع ولا مليم، وفي بيتك من غير ما تروح لسناتر اوف لاين وانك تروح وتاجي في الطريق والكلام ده. هنحكي ان شاء الله مع بعض طريقه بسيطه جدا تتعلم بيها انجليزي، ولكن بعد ما نقول الانترو بتاعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد من الشانل كريم نوب. في الشانل هنا بنتكلم وهنتكلم عن اي حاجه لها علاقه بيك انت، نفسك، شخصيتك، علاقاتك مع نفسك، علاقاتك مع الناس، ازاي تطور من نفسك، ازاي تتعلم اي مجال انت عايز تتعلم فيه. الانجليزي ان شاء الله بنساعد وهنساعد ونقول التولز اللي بيها ازاي تتعلم انجليزي، والفيديو ده يثبت الكلام ده عشان احنا هنتكلم فيه انجليزي. الخلاصه ان احنا هنا في القناه بنتكلم عن اي حاجه قادره انها تطور من حياتك ولو بجزء بسيط جدا، ولو ب1% كمان. فلو مهتم انك تطور من نفسك ومن حياتك ومن شخصيتك، سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس، وان شاء الله مش هتندم واكيد هتستفاد كمان. ندخل بقى في الموضوع بتاع النهارده وهو ازاي نتعلم انجليزي. اوكي، قبل ما ندخل في موضوع النهارده وعلشان ما نطولش وقت الفيديو مع بعض، برضو هنقول كام حاجه كده. هنعرف مع بعض ايه هي اللغه، يعني اللغه اللي انت بتتكلم بيها او انا اللي بتكلم بيها. اللغة عموما ايه هي، بتتكون من ايه اساسا؟ بص يا صديقي، اللغة بتتكون من 4 مهارات: listening, speaking, writing and reading. استماع، تحدث، قراءة، كتابة. الاستماع اللي هو انت بتسمع الكلام اللي بيتقال. التحدث انك بترد او انك بتتكلم مع شخص، بتتكلم مع اي حاجة. الرايتنج او الكتابة اللي هي انت بتكتب اي حاجة بتتقال لك او اي حاجة بتسمعها. والريدنج اللي هي القراءة، انك بتمسك كتاب وتقرا فيه، او بتمسك مجلة، او بتمسك بوست، كومنت، اي حاجة بتقرا فيها. هي دي القراءة، حاجات معروفة طبعا. طيب كده حلو قوي، واحنا عرفنا مع بعض اللغة بتتكون من ايه او ايه هي اللغة اساسا. ندخل بقى في الطريقة بتاعتنا. الطريقة بتاعتنا اللي بيها ازاي تتعلم انجليزي لوحدك، هحتاج منك حاجة واحدة بس او حاجتين. بصراحة خليها حاجتين. هحتاج منك اولا ساعة واحدة بس، يعني تفضي ساعة واحدة بس في يومك هنتعلم بيها انجليزي. مش هقول لك 5 ساعات و6 ساعات و10 ساعات تتعلم انجليزي، لا، هي ساعة واحدة بس. تفضي نفسك او تغصب على نفسك انك ساعة واحدة بس هتتعلم بيها انجليزي. ولو انت شايف ان الساعة دي حاجة قليلة جدا، واللي هو يا عم كريم انا عايز اتعلم انجليزي هتقول لي ساعة واحدة بس، يا عم انا عايز 4 5 ساعات اتعلم فيهم انجليزي، معلش يا صديقي خليها ساعة واحدة بس. ولو انت برضو شايف ان الساعة دي كبيرة وضخمة بالنسبة لك والكلام ده، انا عايز اقول لك بطل اليوجية. يعني لا، دي ساعة واحدة، يعني انت اليوم بتاعك فيه 24 ساعة. الساعة دي قادرة انها تغير حياتك، اقسم بالله حرفيا الساعة دي ممكن تغير حياتك. الساعة دي محورية، هتعلمك حاجة هتفيدك لسنين عمرك كله، هتفيدك في عمرك اللي جاي كله كمان. فساعة واحدة بس تقدر انك تفضي نفسك ساعة واحدة بس. الحاجة التانية، عايز نوتس او عايز ورقة وقلم نوتس زي دي عشان تكتب فيها يعني، وعشان تتعلم فيها الكلمات الجديدة والكلام ده. والقلم طبعا زي ما انت عارف القلم اهو، قلم قلم. اوكي حلوة جدا، ونبدأ بيها في الطريقة بتاعتنا. بص يا صديقي، الساعة بتاعتنا هنقسمها ازاي؟ مش احنا قلنا ان اللغة بتاعتنا بتتكون من 4 مهارات؟ ان شاء الله في الساعه اللي هي كل يوم دي هخليك تتمرن على ال4 مهارات مع بعض. ازاي؟ كمل معايا. اول حاجه عايزين نعمل نص ساعه استماع بالراحه. ازاي نص ساعه استماع؟ يعني هتخصص نص ساعه من الساعه اللي احنا قلنا عليها دي تستمع فيها انجليزي. تستمع انجليزي. انت عايز تتكلم انجليزي، مش هتروح تسمع لناس بتتكلم عربي، لا، انت هتروح تسمع لناس بتتكلم انجليزي علشان تتعلم انجليزي. طيب اسمع منين؟ من اليوتيوب. اليوتيوب مليان، في برضه ويب سايتس تاني غير اليوتيوب، بس اليوتيوب مليان. من اقوى القنوات بصراحه واللي ساعدتني جدا ان اطور اللغه بتاعتي قناه تيدكس توك، اكيد عارفها. ولو مش عارفها، دي قناه عباره عن ناس بتوقف على الستيج. في الغالب الناس دي بتبقى علماء وبيبقوا عباقره في المجالات بتاعتهم، او بيبقوا ناس اقتصاديين سياسيين، يعني ناس بارزه في المجتمع. بتوقف على الستيج وتتكلم بس. اضافه بقى في الاستماع، علشان ما تقولش ان انت مش هتفهم ومش هتقدر تستوعب اي كلمه من اللي بيقولوه، في اوبشن في اليوتيوب اللي هو بينزل لك الليركس بتاع الكلام او السبتايتل، اللي هو حرف السي سي كده. ان شاء الله هوضحه لك على الشاشه. دوس على الاوبشن ده. الاوبشن ده بيوريك الكلام اللي هم بيقولوه. يعني الاوبشن ده الفايده بتاعته ان الكلام اللي هم بيتكلموا فيه بيتكتب لك على الشاشه كده، وده احلى ما فيه بصراحه. انت طبعا دلوقتي هتقول لي ان انت مش هتفهم اي حاجه من الكلام اللي هم بيقولوه، وده هيحصل جدا كمان، بس عادي. البدايه عادي جدا، مش هتفهم اي كلمه، بس لازم تستمر. يعني انت النهارده مش هتفهم، بكره مش هتفهم، ثالث يوم هتفهم، الاسبوع الجاي هتفهم اكتر، الاسبوع اللي بعده هتفهم كلمات اكتر، وهكذا. هي بتمشي كده. بس انت لازم نص ساعه استماع. حلو جدا كده، احنا خدنا النص ساعه بتاعت الاستماع بتاعتنا. كده فضلت كام من الساعه بتاعتنا اللي هنتعلم فيها انجليزي في اليوم؟ نص ساعه. عايزين بقى من النص ساعه دي تلت ساعه قرايه. اقرا فيها قراءه. هتقول لي اقرا ايه؟ اقرا اي حاجه.
اي ملخص معاك، اي كتاب معاك في البيت بتاع اختك الصغيره، بتاعك انت، بتاع الدراسه بتاعك، امسك واقرا فيه، اقرا اي حاجه. مفيش كتب في البيت، ادخل على اي ويب سايتس، ادخل على الفيسبوك واكتب انجلش مثلا، اكتب بالانجليزي، هتجي لك مقالات وهتجي لك حاجات كده بالانجليزي، ابدا واقرا فيها، اقرا اي حاجه حرفيا، اي حاجه. حاول تظبط على الساعه بتاعتك تلت ساعه، التلت ساعه دي انت هتقرا فيها. زي ما قلت لك هتقرا اي حاجه. في البدايه القراءه هتبقى صعبه، وهتحاول تنطق الكلمه بالحرف وبالملي والكلام ده، ولكن زي ما قلت لك واحده واحده مع الاستماع هتلمس معاك في القراءه، فانت ممكن تلاقي نفسك بعدين بتقرا سريع جدا، ودي حاجه حلوه، وده ليفل حلو هتوصل له ان شاء الله بعدين. حلو جدا. كده خلصنا القراءه. كده فاضل كام من الساعه بتاعتنا؟ 10 دقائق. انا عايز بقى 5 دقائق من العشر دقائق دي تحدث، تتكلم. هتقول لي بقى اتكلم مع مين؟ لو لقيت حد في البيت اللغه بتاعته حلوه تقدر تتكلم معاه، ده حلو جدا، وربنا يكرمك يا صاحبي، وانت كده وفرت لنفسك ستيب او خطوه حلوه جدا هتساعدك كتير. طب لا قدر الله لو ما عندكش اي حد تتكلم معاه، اتكلم مع نفسك. بالظبط، اتكلم مع نفسك. وقف قدام المرايه، او مش شرط قدام المرايه، ممكن مع نفسك كده، قول اي حاجه، اتكلم مع نفسك، قول اي حاجه، اوصف الاوضه بتاعتك، اوصف العالم بتاعك، انت نفسك في ايه دلوقتي، انت بتحب ايه، بتكره ايه. المهم في البوينت دي انك تتكلم، انك تطلع اللغه على اللسان بتاعك، انك تمرن اللسان بتاعك انه يتكلم انجليزي. وزي ما قلت لك في البدايه الموضوع هتلاقيه صعب، ولكن زي ما قلت لك اقسم بالله بالوقت كل الكلام ده بيبقى سهل جدا وبيبقى عادي جدا. وبعدين انت بتوصل لمرحله ان انت ما بتتكلمش غير انجليش اساسا، بتلاقي نفسك انك تتكلم انجليزي عادي وسهل جدا. اخر 5 دقائق دي بقى كتابه. ايه الكتابه؟ اكتب ايه حصل في اليوم بتاعك مثلا، يعني اكتب اي حاجه، اكتب اليوم، اكتب اللي حصل في اليوم بتاعك. I go to school مثلا، I stay with my friends, I stay with my family. اكتب يعني اي حاجه بتفكر فيها او اي حاجه حصلت في اليوم بتاعك، حاول انك تكتبها. اكتب جملتين 3 4. في البدايه الموضوع بيبقى صعب ومرهق، ولكن والله مع الوقت بتيجي. يعني انت اليوم بتاع بكره احسن من اليوم بتاع النهارده، واللي بعده احسن من اليوم بتاع بكره. هو واحده واحده بتيجي حرفيا. طيب حلو جدا. احنا كده قسمنا الساعه بتاعتنا زي ما قلنا، نص ساعه استماع، وهسيب لك كل القنوات ان شاء الله بتاعت الاستماع انك تسمع ليهم. تلت ساعه قرايه، انك هتقرا زي ما قلنا، هتقرا اي حاجه، كتب، مقالات على انترنت، اي حاجه. 5 دقائق تتحدث، تتكلم مع نفسك، تقول اي حاجه مع نفسك، اي حاجه وكل حاجه تقولها مع نفسك عادي جدا. بس اهم حاجه انك تتكلم، اهم حاجه انك تطلع لسانك. والخمس دقائق اللي بعد كده الكتابه، زي ما قلنا انك هتكتب اي حاجه، هتكتب الكلام اللي حصل في يومك او الاحداث اللي حصلت في يومك، اي حاجه، المهم انك تكتب. طيب حلو، هنقول شويه حاجات هتحصل معاك انت وشغال في العمليه دي. اول حاجه، انت بتقرا وبتكتب وبتسمع وبتتكلم، اكيد في كلام انت مش بتفهمه، او في كلام انت عايز تبحث عنه وتشوف ايه معناه. وهنا بقى بتيجي اهميه النوتس. اول حاجه هتدخل على التليفون بتاعك يو ديكشنري او اي ترانسلير، اي مترجم على النت عموما، هتدخل تسيرش على الكلمه اللي انت بحثت عنها. اي كلمه قابلتك مش فاهمها هتدخل تسيرش عليها، هتعرف المعنى بتاعها، هتكتبه في النوتس بتاعتك. اهم حاجه الحته دي. وهنا بتيجي فايده النوتس، انك بتكتب الكلام اللي انت مش فاهمه اساسا. من الحاجات برضو اللي هتواجهك انك في البدايه هتحس نفسك انك مش فاهم اي حاجه، حرفيا حمار ما فهمش اي حاجه، ولا فاهم استماع، ولا فاهم قراءة، ولا فاهم كتابة، ولا فاهم أي حاجة. عايز أقول لك إن ده عادي، ده عادي جدا جدا كمان. أي حد حرفيا بدأ إنه يتعلم لغة في البداية بيبان إن هو جاموسة جدا وإن هو مش فاهم أي حاجة. بس زي ما قلت لك كونسيستنسي أو بالاستمرارية بتيجي. اليوم بتاع النهاردة أحسن من اليوم بتاع امبارح، كل يوم بتتحسن على اليوم اللي قبله، وهي دي أحلى ما في العملية أساسا. برضو من العراقيل او من الحاجات اللي هتواجهك انت بتتعلم انجليزي، صحابك الاحلى دم في العالم، واللي هو يا عم انت بتعمل والجو ده، زي ما انت عارف صحاب الخليل كوميدي. عايز اقول لك فكك من دول خالص، زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. الجماعه دول ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتوصل لليفل حلو جدا في اللغه، هم نفسهم الجماعه دول هيقولوا لك عايزين نتعلم زيك وعلمنا زيك، افكك وكبر دماغك، كبر دماغك خالص من العالم دي. في شويه قنوات ساعدتني جدا في ان انا اتعلم انجليزي، ان شاء الله كل القنوات دي هسيب لك اللينك بتاعتها في الديسكربشن. عايز اقول لك انك جرب الطريقه دي شهرين، يعني اعمل تحدي مع نفسك او اوقف مع نفسك كده وقول بصوت عالي ان انت هتتحدى نفسك انك تجرب الطريقه دي شهرين بس، واقسم لك ان انت هتشوف الفرق بعينك. فابدا في الشهرين دول، وزي ما قلت لك ان الشهرين دول محوريين، دول هيغيروا محور حياتك كله، ودول جاست شهرين او مجرد شهرين، وكده كده هيعدوا. لو بدات انك تتعلم انجليزي هيعدوا، ولو ما بداتش انك تتعلم انجليزي برضه هيعدوا. لما يعدوا الشهرين هتقول يا ريتني كنت بدات. فانا عايزك تبدا من دلوقتي، يعني خد تحدي على نفسك ان انت هتجرب الطريقه دي شهرين بس. لو هتحس انك هتنسى الطريقه او الكلام ده، ممكن تسيب الفيديو ده عندك وترجع له علشان تفتكر الطريقه والكلام ده. في الاخر عايز اقول لك ان الطريقه دي ساعدتني جدا بصراحه ان انا اتعلم انجليزي، وادتني بوش حلوه، يعني ادتني دفعه حلوه في المجال ان انا اتعلم انجليزي. فزي ما قلت لك اعمل تحدي مع نفسك وقول شهرين بس، وبعد الشهرين ما يعدوا يا صديق اوقف مع نفسك. لو في تحسن انت بنفسك، التحسن ده هيديك بوش انك تكمل بعدين. بس لو لا قدر الله ما فيش تحسن، اعمل لي بلوك او ادخل الكومنتات والكومنت وحش، وانا هبقى قابل والله، لان ان شاء الله الطريقه دي هتنفع معاك جدا. اعتقد كده ان انا خلصت، وان انا قلت لك الطريقه اللي ازاي بيها تتعلم انجليزي، وان شاء الله لما تبدا فيها وبعد فتره هتحس بالفرق زي ما قلت لك، والله هتدعي لي يعني. يا رب تبدا في الطريقه اللي انا قلت لك عليها، وباذن الله بعد ما تعدي الفتره هتدعي لي والله. اخر الفيديو عايز اقول لك انك تستمر، لازم تستمر.
والله يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم حبيبي ما قاعدين يوم ورا يوم الفرق والله هتحس بالفرق. او اليوم ورا يوم دي مش بتحس بالفرق، بس انت مثلا لو قعدت اسبوع تجرب، تاني اسبوع لو بصيت على اول اسبوع هتلاقي فيه تقدم في المستوى بتاعك. والله هو فعلا كده. فبس كده انا كده خلصت، وزي ما قلت لك جرب الطريقه دي وان شاء الله ربنا هيكرمك وهتتعلم انجليزي في اقصر وقت كمان، بعيدا عن نصب السناتر والفلوس والكلام ده. انت هتتعلم لوحدك ببلاش كمان، وهتصنع قصه لنفسك، قصه انك اتعلمت انجليزي لوحدك، ودي احلى ما في البروسيس. والله انا كده خلصت، ربكم فدتك. ما تنساش لو عجبك تسبسكرايب في القناه وتفعل خاصيه الجرس. ممكن برضه تشوف القناه هتشوف فيديوهات حلوه، وما تنساش تشوف الفيديو بتاع الدور اللي فات اللي هو الانجليزي مهم، لانه زي ما قلت لك هيساعدك وهيديك بوش برضه، هيفهمك اهميه الانجليزي وليه الانجليزي مهم جدا، وليه برضه لازم تتعلم انجليزي. فانصحك بالفيديو اللي فات، وبرضه ممكن تدخل على القناه تقلب شويه كده هتلاقي انا منزل كام فيديو حلوين ان شاء الله يعجبوك. في الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي.